السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حالكم؟ عاملين ايه؟ دلوقتي احنا جايلكم بسر من الاسرار عن الزراعة. دلوقتي اللي قدامكم دي كراوية. كراوية اللي هي بتتغلي وبتشرب. الكراوية دلوقتي قدامكم هنا في قرصة، اللي هي القرصة دي. دلوقتي في شكلين قدامكم، الشكل ده والشكل ده. طبعا لو انت مزارع وزرع كراوية ومن مزارعين الكراوية لازم تسمع الفيديو ده. بس قبل ما نبدأ الشرح ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا إعادة نشر عشان يوصلكوا كل جديد، وإن شاء الله تستفيدوا من الفيديو ده زي قبل الفيديوهات دي الكثيرة إن شاء الله. دلوقتي لو أنت عندك واحدة زي دي وقرصة برضو زي دي، قرصة بيضة وقرصة صفرة وقرصة بيضة. لو أنت عندك أصفر يبقى أنت كده في المضمون وراجل مزارع 100%. لو أنت يبدأ معاك ابيض، لو انت بدأ معاك يبدأ ابيض. دلوقتي لو انت بدأ معاك يبدأ ابيض لازم تلحق وترشه في دواء بيجاب، تبدأ ترشه. تمام. لو انت ما رشتوش بقى وسبته وطنشته، ده بعد يومين هتلاقيه فرق لوحدي. لو جت شوية ريح وعملت له كده نفضتهم بشكل شايفين انتوا كده، انا دوب لمستهم بس بص عملوا ايه، فرقوا في ايدي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دلوقتي عشان تحل معاك المشكلة دي تبدأ ترش الدواء مرتين، وفي دواء حشرة تاني برضو عشان ما يوقعش ده. طب بصوا انتوا الطريقة اللي انتوا شايفينها، بص ده مهما حركته ومهما عملته مش هتقع حاجة في ايدك بشكل طبيعي زي اللي انتوا شايفينه ده، بشكل طبيعي. غير حاجة بسيطة اللي هي لسه التقاوي بقيتها لسه مجددة جديدة، وانت ان شاء الله في المضمون. في برضو لونين بيدوا اللون الابيض ده، لون بشكل صحيح لو هو كراوية خلاص محصولها راح، خلاص محصولها قرب يتحصد، بتدي برضه معاك لون نفس اللون الابيض ده. لو انت الكراوي قربت تتحصد بتدي معاك نفس اللون. دي مشكلة ودي مشكلة برضه. الكراوي دي زي ما انتم شايفين قدامكم عمرها دلوقتي بالظبط، عمرها 3 شهور بالظبط، يعني قاعد لها خلاص حوالي اسبوعين تاني بالظبط وتتحصد الكراوي بشكل طبيعي زي اللي انتم شايفينه ده. تمام. كراوية زي ما انتم شايفينها هنا.